أهلا بيكم في تشات جي بي تي، العالم اللي فيه الذكاء الاصطناعي ملوش حدود وكفيل إنه يقعدك في البيت، والدخول بيكون عن مسؤوليتك الشخصية لأنك بمجرد إنك تتكلم معاه مش هتعرف إنك تستغنى عنه، ولذلك وجب التنويه. يا جماعة احنا بنضيع لأن في اختراع جديد عبارة عن ويب سايت بيشتغل بال AI أو الذكاء الاصطناعي يقدر إنه يقعد أكتر من 50% من البشر في بيوتهم، لأنه هيحل محل البشر في مهام كتير مختلفة ومعقدة زي الكتابة والتأليف والبرمجة وكل المهام القانونية والحسابية، والكلام ده مش لسه هيحصل في المستقبل ولا حاجة، ولكنه بيحصل وأنت قاعد بتتفرج على الفيديو دلوقتي. في شهر نوفمبر من سنة 2022 شركة اوبن AI أعلنت عن ابلكيشن أو تطبيق اسمه شات جي بي تي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. وظيفته بكل بساطة معالجة اللغة وكتابة أي نص ممكن تتخيله بأسلوب شبيه جدا بأسلوب البشر. عنده القدرة إنه يترجم أي نص ويحل كل العقد الموجودة في المعادلات الرياضية، ويقول لك توصيات كمان، وكمان يقدر يشرح لك أي حاجة في الدنيا بتشتغل إزاي. كل المطلوب منك كمستخدم إنك تكتب له أنت عايز إيه بالظبط، وكأنك بتطلب شغل من إنسان حقيقي. في خلال لحظات بيكون النص جاهز قدامك، ممكن تقول له تعليقاتك عليه وهو يعدلها لك كمان. ومش بس كده، ده كمان يقدر يكتب اي محتوى ابداعي اذا كان قصه او سيناريو للفيلم. يعني لو انت مبرمج او محاسب او مؤلف او بتشتغل اي شغلانه مهما كانت هي ايه، فالروبوت ده ممكن يقدر انه يساعدك، ولكنه في نفس الوقت بيحدد لك مستقبلك الوظيفي. والتشات ده هيكون عباره عن نسخه مبسطه متاحه للجميع عشان يستخدموه اونلاين. عرضت الشركه على موقعها الرسمي بعض النماذج اللي يقدر يقوم بها التشات، منها مثلا مستخدم بعت له كود برمجه وطلب منه الفحص الكود ده كويس جدا عشان الكود ده مش شغال معاه، فالتشات سأله عن شويه معلومات عن الكود ده، وفي خلال دقايق من المحادثة الشات قدر انه يحل كل العقد اللي موجودة جوه الكود، ويقول له توصيات عليها كمان، ويقول له لو بدلنا الكود ده وحطينا بدل الكود تاني ايه اللي ممكن يحصل. والأغرب من كده ان الشات بيقدر انه يتوقع حاجات اصلا ما حصلتش، ومش بس كده، ده يقدر كمان يحللها لك ويقول لك بشكل منطقي لو حاجه دي حصلت ايه النتائج المترتبه عليها. يعني في مثال تاني على ردود الشركه، يعني في مستخدم كده حب يستظرف على الشات، فقال احكي لي عن رحله كريستوفر كولومبوس سنه 2015 لامريكا. طبعا انت دلوقتي كانسان حقيقي هتقول ازاي مش كريستوفر كولومبوس اصلا زار امريكا في القرن ال15؟ اقول لك صح، ده اللي الشات قاله بالظبط. قال مش منطقي ان كريستوفر كولومبوس يكون زار امريكا في سنه 2015، هو مات اصلا في القرن ال15 سنه 1506، فده سؤال غير منطقي وانت كده بتستهزأ بالذكاء الاصطناعي. وقال له طيب لو كريستوفر كولومبوس زار امريكا في سنه 2015 زي ما انت بتقول، فهو اكيد هيكون متفاجئ من التطور التكنولوجي اللي حصل في امريكا والدول المحيطه بيها، وطبعا ناطحات السحاب والطرق الجديده والحاجات الغريبه اللي حصلت في امريكا والدول المحيطه بيها. ده مش كده بس، ده كمان قال له كل وجهات النظر المختلفه حوالين زياره كريستوفر كولومبوس لامريكا والعالم الجديد بطريقه سلسه كأنه إنسان حي. غير إن موقع ميديوم المعروف نشر رواية صغيرة كتبها تشات جي بي تي بعد ما المؤلف قال له كل خصائص العالم اللي بتدور فيه الرواية، وكمان طلب من التشات إنه يوصف عالم خيالي وشخصيات خيالية وإيه المنحنى اللي بتدور فيه القصة، وبعدها الشات بدأ يوصف العالم والشخصيات بشكل روائي متقدم جدا، واختار له كمان اسم من عنده، وبدأ بجملة The World of Avalon is a land of agreed beauty and danger. وبدأ الحوار يدور بين الشخصيات اللي الشات عملها بناء على المعلومات اللي أخدها. عشان كده متخصصين في عالم التكنولوجيا قالوا إن الاختراع ده بيهدد جوجل من حيث سيطرتها على عالم الإنترنت، لأن ببساطة الشات ده قادر إنه يرد على جميع استفسارات المستخدمين، واللي بيعمله أكتر من جوجل كمان إنه بياخد كل نتائج البحث وبيلخصها وبيخرج بأفضل إجابات على استفساراتك مهما كانت هي إيه. طب إزاي الشات ده بيشتغل وإزاي ال AI وصل للمرحلة دي؟ على حسب كلام شركة اوبن AI فالشات ده اتصمم بطريقة اسمها التعليم المعزز عن طريق ردود الأفعال البشرية أو الرياكتس بتاعت حضرتك، أو بمعنى آخر RLHF. يعني ببساطة كده بالصلاة على النبي، المبرمجين بتوع ال AI ده علشان يقدروا إن هم يعملوا لنا شات كبير زي ده قعدوا مع بعض ولعبوا الدورين، مرة دور المستخدم ومرة دور الرد الفعل بتاع الشات، ومرة تانية بدأوا يلعبوا نفس اللعبة ديت بس مع الشات نفسه بالذكاء الاصطناعي عشان يجربوا
كل الردود اللي قدر انه يستفيد منها ويكرر العمليه ديت لملايين المرات. واللي انا عايز اقوله لك بقى ان التشات ده مربوط بشبكه الانترنت، يعني ان هو بيقدر انه يستفيد من كل النصوص الموجوده على منصات السوشيال ميديا. ولكن في الحقيقه في شركه اوبن اي اي في خلال وصفها للتشات ده قالت انه مستحيل انه يحل محل البشر بنسبه 100%. يعني احيانا بيكتب اجابات ممكن يكون شكلها منطقي ولكن هي اصلا غير صحيحه بالمره، لانه لو تم تدريبه على انه يكون حذر اكتر من كده ممكن اصلا ما يردش على استفسارات الناس كلها. ده ما عادش غير الاي اي هو اللي يتنى كمان هو كمان. من عيوبه الغريبه بقى انك لو سالته سؤال بصيغه معينه ممكن ما يعرفش يرد عليها، بينما لو سالته نفس السؤال بس بصيغه معينه تانية خالص هيقدر انه يرد عليها عادي. وده لانه مش مدرب على كل الصيغ اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. كمان مش بيقدر يفرق ما بين المحتوى الضار والمحتوى النافع، وممكن يستجيب ويتفاعل مع تعليمات ضار. ولحد دلوقتي حسب كلام الشركه المشاكل ديت ملهاش حلول. وبعد كل ده تفتكر الاي اي انه يقدر انه يحل محل البشر بشكل كامل، ولا احنا برضه مش هنقدر ان احنا نستغنى عن العقل البشري؟ وبالمناسبه الفيديو ده 3/4 مكتوب بتشات جي بي تي والربع الاخير مكتوب بالعنصر البشري. لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد القناه ان شاء الله.